السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. في حاجة بنسى أقولها كل مرة، وهو إنه للأسف اليوتيوب بقى عامل زي الفيسبوك، مش بيخلي الناس تشوف الفيديو غير لما يبقى فيه لايكات وكومنتات وريتش من الآخر يعني. فللأسف الالجوريزمز بتاعت اليوتيوب بقت متحولة إنه كل ما الفيديو يبقى عليه تفاعل أكتر كل ما هو هيظهره للناس أكتر، وبالتالي كل ما ناس أكتر تشوف. دي الالجوريزمز بتاعت اليوتيوب. فلو سمحت لو انت انترستد والفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش as you like ما تشغلش بالك، ولو عجبك مش حابب تعمل لايك برضو as you like. بس انا بفكرك لو الفيديو عجبك وانت عايز تعمل لايك اتفضل اعمل لايك عشان ناس كتير تشوف الفيديو. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ايه الحلقه اللي فاتت؟ انا مش فاكر، استنى كده اشوف. اتكلمنا عن التريبل كود، الصفه بتاعت التريبل كود. الحلقه النهارده بريبريشن للحلقه اللي جايه، فهحاول اخلصها بسرعه. طبعا انا بكذب كل مره بقول لك اخلص الحلقه بسرعه، بس والله غصب عني مش ببقى عايز اسيب كلمه غير لما اشرحها بالتفصيل. طيب الحلقه النهارده هنتكلم عن الدراسات اللي بتتم او البريبريشن للدراسات اللي تمت على ديسفيرنج الجينيتيك كود. زي ما احنا شايفين كده في اتنين باحثين، واحد منهم اسمه نيرنبرج. مجموعة من الباحثين هنتكلم عنهم بالتفصيل كل حلقة يعني. هو أدوا إلى ديسفيرنج اوف كود. يعني ايه ديسفيرنج اوف كود؟ يعني ايه أصلا ديسفيرنج اوف كود؟ هو ده اللي بيعطلني والله، إن أنا بقعد أمسك كل كلمة ونشرحها. يعني ايه ديسفيرنج اوف كود؟ بمعنى ايه؟ بمعنى إنه مثلا الجي جي دي بتطلع انهي امينو اسيد؟ هو ده المفهوم. السي دي بتطلع انهي امينو اسيد من ال20 امينو اسيد، وهكذا ال64 شفرة وراثية. عايزين نعرف واحد واحد كل واحد فيهم بيطلع ايه من الامينو اسيدز. هو ده الكونسيبت بتاع مجموعه الحلقات اللي احنا بنعملها دي. فالنهارده هناخد التولز اللي هم استخدموها عشان اصلا يعملوا دراسات عشان يدسفير الامينو اسيدز. يبقى النهارده مش هنتكلم عن هم ازاي اكتشفوا، لا هنتكلم على ازاي هم الاكتشافات اللي هم اكتشفوا بيها الامينو اسيد، التولز من الاخر. لو جينا نبص على الاثنين علماء الحلوين دول اللي احنا لسه قايلين اسمهم في سنه 1961، يعني من حوالي 60 سنة، احنا دلوقتي في 22. دول كانوا أول ناس first people to link specific codon sequence أو codon sequence اللي هو زي ما قلت جي سي والحاجات دي to specific amino acid. قال لك ده بيطلع ده وده بيطلع ده وده بيطلع ده. دول أول ناس عملوا كده. شايف في المعمل أناقة لباقة، ناس شكلها جميل جدا، ويعني تاريخ يا جماعة، تاريخ المجال بتاعنا عميق وتاريخه كبير. عملوا ده ازاي؟ الناس الحلوين دول أول ناس هم ربطوا الأمينو أسيدز بسبيسيفيك كودون، تمام؟ في 1961 اعتمدوا على حاجتين. ده المهم، ده موضوع الحلقة. اعتمدوا على حاجتين في الاكتشاف بتاعتهم، هم وغيرهم اعتمدوا على التو تولز اللي احنا الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه اسمها اسيل فري ان فيترو. طبعا انت مش عارف يعني ايه اسيل فري، فانا هقعد اشرحها ربع ساعه دلوقتي والحلقه تطول. وطبعا انت برضو مش عارف يعني ايه ان فيترو، فانا برضو هقعد اشرحها ربع ساعه والحلقه تطول. هم اعتمدوا على اسيل فري ان فيترو، روح دور عليها على النت. عشان يسنسايز البروتين، عشان ينتج بروتين. ثاني حاجه اعتمدوا على انتاج سبيسيفيك امينو اسيد او سنسايز امينو اسيدز ام ار ان اي عشان يستخدم كتمبلت عشان يحصل له بولي بيبتايد، عشان يتحول الى بولي بيبتايد اللي هي مجموعه من الامينو اسيدز اللي هي في النهايه تتحول الى بروتين في السيل فري سيستم. طيب طبعا مش هسيبك تروح يعني ايه سيل فري سيستم؟ ادي السيل، دي السيل، حلو. انا محتاج اطلع الحاجات اللي في الخليه اللي هي هتعمل لي بروتين، فبقوم جايب تيوب، تمام، واقوم مطلع مكونات اللي موجوده في الخليه اللي هي هتعمل لي بروتين. زي ايه مثلا؟ زي الام ار ان اي، زي
الريبوسومز زي واقوم حاططها في التيوب. فهنا انا كاني عملت خليه ولكنها مش خليه. خليه اسمها سيل فري. سيل فري يعني انا بس معايا مكونات اللي انا محتاجها من الخليه، رحت عملت سيميوليشن للخليه في التيوب، بس انا مش معايا خليه، فبنسميها سيل فري سيستم. كلمه ان فيترو يعني ايه ان فيترو؟ احنا عندنا 3 مصطلحات يا شباب لازم تعرفوهم وانتوا بتشتغلوا في المجال بتاعنا. اول مصطلح اسمه ان فيفو، ثاني مصطلح اسمه ان فيترو، ثالث مصطلح اسمه ان سيليكو. تعالوا نشرحهم سريعا. ان فيفو يعني جوه الخليه، هات خليه كده، اي حاجه بتحصل جوه الخليه بنسميها ان فيفو. يعني مثلا عمليه الترانسكريبشن جوه الخليه اسمها ان فيفو ترانسكريبشن. ان فيفو حلو. ان فيترو يعني جوه المعمل، عمليات بتحصل جوه المعمل. هات اللاب بتاعك اعمل عليه تجربه في تيوب، تمام، او هات سيل لاين، مجموعه من الخلايا، حطها كده في مكان، مجموعه من الخلايا واعمل عليهم اي تجربه، دي اسمها ان فيترو. حلو. المصطلح الثالث اسمه ان سيليكو. ان سيليكو هات الكمبيوتر بتاعك اهو، اقعد عليه واعمل تجربه على الكمبيوتر، ما دخلتش معمل وما عملتش اي حاجه، التجربه اللي هي على الكمبيوتر دي اي استنتاج جاي منها اسمها ان سيليكو. يلا خلصنا يا حلوين، برافو شطار، يا رب نكون فاهمين. دول ال3 مصطلحات لازم تبقى عارفهم في البيولوجي عشان هتستخدمهم كتير وهتسمعهم كتير. طيب خلاص احنا عرفنا ان هم محتاجين حاجتين، عايزين سيل فري ان فيترو. سيل فري ان فيترو وبالتالي هتبقى في التيوبز، لان انا لما قلت لك في التيوب قبل كده يبقى في التيوب يبقى ان فيترو. وسيل فري يعني هاخد المكونات بتاعت الخليه عشان احطها في التيوب. وبروديوسنج ام ار ان اي عشان يستخدم كتمبلت للبولي بيبتايد. طيب ايه القصه؟ ايه هو السيل فري سيستم زي ما احنا كنا بنتكلم؟ الفكره بكل بساطه هم كانوا بيعملوا ايه عشان يعملوا التجارب بتاعه احنا النهارده الحلقه هم ازاي عملوا التجارب، كانوا بيعملوا ايه عشان يعملوا التجارب دي اصلا. واحد يقول لي واحنا مالنا يا محمد، ما تقول لنا التجربه على طول. اقول لك ليه وليه في الباك جراوند ما تفهمش؟ ليه ما تفهمش كل حاجه؟ you will be a scientist, you will be a researcher، وبالتالي انت محتاج تفهم ايه اللي كان بيحصل في الباك جراوند، مش محتاج تاخد الحاجه بمعلقه كده على طول يعني. هم كانوا بيعملوا في الثري سيستم دول بياخد بياخد الامينو اسيدز عشان تتحول الى بولي بيبتايد شين ان تيست تيوب زي ما انا كنت شارح من شويه، وبالتالي ان فيترو. واقعيا ان جلاس اللي هو ان تيوب، ان فيترو اللي هو في المعمل اللي هو ان تيست تيوب، كلها بتديني نفس المصطلح. اللي بيحصل ان هم بيطلعوا او بيهدموا، بيطلعوا معاك سيل اهي، سيل عاديه جدا، وزي ما انا ما قلت بيطلع كل الاسينشال فاكتورز عشان يعمل بروتين سينسايز. زي ما قلت اللي هو ايه، طلع الريبوسوم من الخليه، طلع التي ار ان اي، طلع الامينو اسيدز، طلع اي انذر موليكيول زي ار اسينشال تو ترانسليشن وحطهم في التيوب. دي بنسميها سيل فري سيستم. اي حاجه تانية مش محتاجها زي مثلا السيل ممبرين، زي مثلا الاورجانيلز التانية بيحصل لهم ريموفينج. فهمت؟ يبقى هو بيطلع الحاجات اللي هو عايزها ويحطها في التيست تيوب. اي حاجه تانية زي السيل ممبرين، ميتوكوندريا بقى، ما اعرفش اكساجولجي، ما اعرفش ايه، الحاجات دي كلها بيرميها، بنعمل لها ريموفينج. وبالتالي انا عملت سيل فري سيستم للسيستم اللي انا عايزه. انا عايز السيستم بتاع الترانسليشن بس جوه الخليه عشان اتحكم في كل الفاكتورز اللي انا عايزها، وبشيل اي فاكتور تاني، اي عوامل تانية، اي اورجانيز تانية، حتى الدي ان ايه يشيله، كل حاجه يشيلها. هو كل اللي خده شاف السيستم بتاع الترانسليشن وراح حطه في التيوب، بقى اسمها سيل فري سيستم. وبالتالي ايه الهدف من ده؟ to allow scientists follow او trace، بيتابعوا the progress of protein synthesis، عمليه تكوين البروتين. one or more amino acid must be radioactive، ودي هنشرحها قدام. 1 أو 2 من الامينو اسيدز اللي هنستخدمهم لازم يكون راديو اكتيف عشان نقدر نعمل له فولو، تتبع. في الاخر بيستخدم الام ار ان اي، لازم يضاف الى التيوب عشان يحصل له ترانسليشن،
لان هيحصل له ترانسليشن. احنا معانا الريبوسومات، معانا التي ار ان اي، معانا الامينو اسيد، معانا كل حاجه جوه السيل فري سيستم، ناقصنا بس الام ار ان اي. هتحط الام ار ان اي وكانك عملت سيميوليشن لعمليه الترانسليشن جوه المعمل مش جوه الخليه. فهمنا الحته دي يا شباب؟ حلوه جدا. خلاص فهمنا هما ازاي كانوا بيشتغلوا. والله مهم وربنا مهم، حتى لو مش هتاخدها في الامتحان ومش هتجيلك في الامتحان والله مهم. حلو، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، ازاي لو احنا عايزين نكون ام ار ان اي جوه الخليه ازاي هنعمله جوه التيوب؟ يعني لو انا عايز اكون ام ار ان اي جوه التيوب، ام ار ان اي معين، انا عايز ام ار ان اي معين جوه التيوب. هنخش على النقطه اللي بعدها. سنه 1955 واحده اسمها ماريان، واحد اسمه سيفيرو، الاثنين اللي موجودين في الصوره اللي قدامنا دول برضو قمه العظمه وقمه الجمال وناس يعني دول اجدادنا يعني اللي هم اكتشفوا الاكتشافات بتاعه البيولوجي. اكتشفوا فانكشن بتاعه انزيم معين. الانزيم ده اسمه بولي نيوكليوتايد فوسفوريليز. بولي نيوكليوتايد فوسفوريليز. اكتشفوا الفانكشن بتاعته. هم ما كناش عارفين الفانكشن بتاعته، كل الاثنين دول اكتشفوا الفانكشن بتاعته. قال لك الفانكشن بتاعته هي عباره عن ان هو ديجريد الار ان اي جوه الخليه. يعني من الاخر بيهدم الار ان اي جوه الخليه، جوه الخليه بتاعت البكتيريا. هو له ميتابوليكلي او ميتابوليك فانكشن. الفانكشن بتاعته عباره عن ان هو بيهدم الار ان اي جوه الخليه. احنا عندنا عمليتين، عمليه الهدم راح في الاتجاه دون، وعمليه البناء. حلو جدا. هو جوه الخليه ان، بص بقى هستخدم معاك المصطلحات اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه. ان فيفو هو بيهدم الار ان اي. حلو. ولكن ان فيترو ممكن يستخدم لبناء الار ان اي. هي دي الفكره، هو ده احنا بنتكلم عليه دلوقتي. اذا الانزيم دون اكتشفوا الفانكشن بتاعته ان هو في الفيفو جوه الخليه بيهدم الار ان اي. راح استخدموا، قال لك البولي نيوكليوتايد او الانزيم دون ممكن يعمل ارتفيشال سينثيسيس اوف ار ان اي تمبلت، ممكن يبني ار ان اي تمبلت. والار ان اي تمبلت دون هنضيفه للسيل فري سيستم. مش احنا كنا بنقول من شويه ان احنا هنضيف الام ار ان اي؟ طب ازاي هنكون الام ار ان اي ده اصلا؟ ما هو هنجيبه منين؟ هنكونه ازاي؟ قال لك خلاص ده في حل. ده اكتشفوا ان الانزيم دون ممكن يعمل بناء للار ان اي ان فيترو، يعني جوه المعمل، ولكنه ان فيفو بيعمل هدم للار ان اي. طب ازاي هو اصلا ان فيفو بيعمل هدم للار ان اي وان فيترو بيعمل بناء للدي ان اي؟ قال لك ان فيترو اللي هو احنا في المعمل يعني وجود هاي كونسنتريشن اوف رايبونيوكليوتايد دي فوسفيت. الرايبونيوكليوتايد بتاعتنا، النيوكليوتايد بتاعتنا داي فوسفيت، بيخلي الرياكشن كان بي فورست. يعني ايه فورست؟ يعني يتم اجبار الرياكشن بتاع هذا الانزيم من الهدم الى البناء تو اوبوزيت دايركشن. اوبوزيت دايركشن اللي هو ايه؟ عكس الدايركشن. اهو الدايركشن الاصلي اهو بيبني، هو هيخليه اوبوزيت دايركشن عكس البناء. اسف، الدايركشن الاصلي هو هدم، هنخليه عكس الهدم بناء، وبالتالي يسنسايز دي ار ان اي او يكون الار ان اي. اذا يا جماعه الناس ما صحتش لقت اكتشافات. ده كان كل حاجه، كل تفصيله صغيره كان لازم لها اكتشاف. كل تفصيله صغيره كان لازم منها سنين من العمل وسنين من الشغل ومجموعه علماء كبار جدا بيشتغلوا عليها. اذا عشان بس اضيف الام ار ان اي انا لازم اعمله سنسايز جوه المعمل اللي هي ان فيترو. وبالتالي اكتشفنا او مجموعه من العلماء اكتشفوا انه في انزيم بيعمل هدم للار ان اي، ولكن هذا الانزيم لما بيحصل هدم للار ان اي جوه الخليه على العكس تماما لو حطيناه ان فيترو وبناء على الهاي كونسنتريشن، يعني تركيز عالي من الرايبونيوكليوسايد دي فوسفيتس، الرياكشن كان بي فورسد تو بي opposite in the opposite direction، وبالتالي يعمل سنسايز للار ان اي. اذا انا اقدر ابني ار ان اي بره الخليه عن طريق هذا الانزيم. وصلت الفكره؟ طب ازاي ده بيحصل؟ اتس فيري سمبل. الار ان اي، الانزيم اللي بيعمل بناء للار ان اي جوه الخليه اللي هو ان فيفو اسمه ار ان اي بوليمريز. اوكي، الانزيم اللي بيعمل هدم للار ان اي جوه الخليه بتاعت البكتيريا اسمه بولي نيوكليوتايد فوسفوريليز. ده بيعمل جوه الخليه، بتكلم هنا جوه الخليه، بتكلم ان فيفو. جوه الخليه ده بيعمل هدم، جوه الخليه ده بيعمل بناء. حلو، جوه الخليه ده بيعمل هدم. حلو. البولينيوكليوتايد ده ميزته ان هو
مش محتاج دي ان ايه تمبلت عشان يبني الار ان ايه. ايه اللي جاب دي ان ايه تمبلت دلوقتي يا محمد؟ اقول لك ارجع كده لاول صوره في الكورس. ياه فكرتني بالذكريات. قال لك اهو عشان نطلع ار ان ايه اللي هو ده، قال لك لازم بناء وقالب الى الدي ان ايه، وبالتالي هذا القالب يتم نسخه الى ار ان ايه او يتم نسخه الى اهو ده الدي ان ايه، دي ان ايه تمبلت ستراند، يتم نسخه الى ار ان ايه او ام ار ان ايه. ده اللي بيحصل للار ان ايه بوليمريز اللي هو الانزيم اللي بيعمل بناء للار ان ايه جوه الخليه. هذا الانزيم يحتاج الى دي ان ايه تمبلت، ولكن الانزيم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ان هو هيعمل بناء للار ان ايه جوه المعمل او ان فيترو، هذا الانزيم لا يحتاج الى قالب دي ان ايه. وهنا كانت المشكله. الانزيم ده حل حاجات كتير قوي. الانزيم ده حل حاجات كتير قوي ان هو doesn't require دي ان ايه. انا خلاص خلصت الدي ان ايه من السيل فري سيستم، وبالتالي بيقدر ان انت تبني ار ان ايه موليكيول بشكل عشوائي معتمد على الريلاتيف كونسنتريشن بتاع الفور رايبونيوكليوتايد الموجودين في السيل ميكستشر بتاعتك او السيل فري ميكستشر بتاعتك. الموضوع بسيط جدا. هذا الانزيم البولينيوكليوتايد فوسفوريليت يقدر في هذا الاتجاه اللي هو معايا اهو رايبونيوكليوتايد 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 يكون مجموعه من الرايبونيوكليوتايد اللي هي لما تكون لي ما يسمى بالام ار ان اي. صح كده؟ وفي الاتجاه المعاكس بنفس الطريقه هذا الانزيم في هذا الاتجاه هذا الانزيم في هذا الاتجاه يقدر ان هو يعمل هدم للار ان اي. together عشان ننهي بقى الحلقه cell free system for protein synthesis and availability of synthesis of mRNA اللي هو الانزيم ده بيعمل synthetic of mRNA والcell free system الاثنين دول مع بعض provide a means of deciphering the ribonucleotide composition of various codon sequence specific amino acid bla 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 bla. يبقى عندنا حاجتين cell free system وهذا الانزيم، الاثنين وفروا لي بيئه عشان اعمل deciphering للامينو اسيد ونعمل التجارب اللي هنتكلم عنها الحلقات اللي جايه عشان نكتشف انهي امينو اسيد بيعمل انهي كودون بيعمل امينو اسيد ده والامينو اسيد ده والامينو اسيد ده والامينو اسيد ده. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.